عمرك دخلت مكان وحسيت إن كل العيون عليك؟ حسيت إن أقل غلطة أو كلمة غلط كل ده أنت متشاف وكل ده ممكن تتحسب عليك؟ لو ده بيحصل لك يبقى حلقة النهاردة هتغير لك حاجات كتير. النهاردة هنتكلم معاك عن واحدة من أهم الأسرار الثقة، تأثير نفسي بسيط بس لو فهمته صح القلق الاجتماعي اللي عندك هيقل للنص. خليك معايا لأن اللي جاي دلوقتي هيفهمك عقلك بيلعب إزاي بيك. ولو فاكر إن الناس مركزة عليك استنى دقيقة وهتعرف المفاجأة. إيه هو ذا سبوت لايت إفكت؟ ببساطة تأثير البؤرة، يعني إن عقلك بيبالغ وبيتهيألك إنك واقف تحت سبوت لايت وكل الناس شايفاك وبتقيمك لحظة بلحظة. بس الحقيقة الناس مش شايفاك بالدرجة اللي دماغك مصوراها. الناس أصلا مشغولة بنفسها، كل واحد شايل همومه ودماغه وشكله ومشاكله ومش فاضي يعمل زوم على حركة منك. ولازم نعرف كلنا دماغنا بتعمل ليه كده علشان نتحكم فيها. أول حاجة مركزية الذات، إن أنت شايف الدنيا من عدستك أنت، فالمخ بيتخيل إن اللي حواليك شايفين نفس التفاصيل اللي أنت واخد بالك منها. الوعي الزايد، أنت حاسس بكل نفس كل حركة وكل سكتة، بس اللي قدامك شايف 1% بس من كل ده. الخوف من التقييم، المخ بيحاول يحميك من الإحراج فبيكبر لك أي موقف صغير جدا على إنه مصيبة. بس بص اللي هقوله لك دلوقتي هو اللي هيغير لك تفكيرك خالص. باحثين جابوا طالب يدخل محاضرة وهو لابس تيشيرت عليه صورة مضحكة. الولد كان مكسوف جدا ومقتنع ان كل الناس بصت عليه، لكن بعد التجربة اكتشفوا ان هو متوقع ان 80% من الناس اللي كانوا موجودين خدوا بالهم منه، لكن الحقيقة ان 20% بس من اللي كانوا موجودين هما اللي لاحظوا الكلام ده. يعني عقلك بيضخم الإحساس بالظهور 4 مرات أكتر من الواقع، وده معناه إن خوفك مش حقيقي، ده بس صوت في دماغك. طب إيه فايدة إنك تفهم ده؟ ده بيقلل القلق الاجتماعي. لما تعرف إن محدش مركز معاك هتهدى، وبيزود ثقتك في الكلام. هتعرف تتكلم وتغلط وتصلح من غير ما تحس إن في حد بيحاسبك. ظهورك هيبقى أقوى لأنك هتركز في اللي بتقوله مش في شكلك أو حركتك. بديهيتك بتزيد، القلق بيبطلك، الهدوء بيخليك أسرع. تطبق الكلام ده إزاي؟ هنا المهم. قبل ما تدخل أي موقف قول لنفسك الناس مش شايفاني قد ما أنا فاكر، كل واحد مشغول بنفسه مش بيا. وجرب تمشي عادي، تتكلم عادي، هتتفاجئ إن الموضوع أسهل بكتير من توقعات دماغك.